يا صباح الفل وصباح الجمال على احلى اخوات واحلى متابعين في الدنيا. ازيكم يا حبايبي؟ وحشتوني كتير خالص. انا عارفه ان انا غبت عليكم فتره كده، بس اعذروني كان عندي شويه ظروف. وطبعا بشكر كل حبايب قلبي اللي سالوا عني، وما تحرمش منكم ابدا يا حلوين، وتديمكم نعمه في حياتي يا رب. النهارده احنا قلنا بقى نصور فيديو عن الطبيعه كده وجمالها، ومفاجاه جميله جدا جدا يا بنات. هنعمل ايه النهارده؟ هنجيب توت. التوت طبعا يعني من الحاجات اللي كلنا بنحبها، مفيش حد بيختلف عليه. احنا طلعنا انا والبنات واحمد كده، خدتهم وقلنا نروح ايه نلف شويه كده ونجيب حوالين الارض، عندنا كام زرعه توت كده شجره، نجيب من هناك. وحمولي بيقول لكم اتفضلوا كلوا توت معانا، والبنات هايصين وكله عمال يجيب توت. وبسبوسه تقول لك انا هو ما تنسونيش. شايفين ما شاء الله عليها، اللهم بارك، كلهم بيطلعوا على الشجر. ربنا يحميهم يا رب. ونونا حبيبه قلبي هنا، طبعا بقول لكم ما تنسوش اللايك يا احلى اخوات واحلى متابعين في الدنيا. وانا حمودي ساب التوت على الارض، طبعا حطاه في السبت الصغير ده زي ما انتم شايفين. ورودي كله عمال يجيب ويقول لكم مش تنسوا اللايك يا حلوين. احنا نقول لكم اتفضلوا كل توت معانا. انا كان نفسي اشغل لكم الصوت بتاع الفيديو، بس حقيقي كان في دوشه جامده وكان عندنا ظروف كده في العزبه، فما كانش ينفع الصوت الخارجي ده يجي. وهنا قعدنا بقى نتمشى على كذا توته. احنا عندنا ما شاء الله كذا توته كده جنب الارض، دي توته صغيره دي بتطلع توت احمر. ودي عند مكنة المية بتاعتنا اللي فوق راس الأرض كده، جدهم عامل هناك ما شاء الله يعني تكعيبة حلوة، عامل فيها عنب. وعاملين وعندها شجرة توت كبيرة، وفيها مكنة المية بتاعتنا، وفيها كام شجرة كده حلوة. بصراحة القعدة هنا والله ترد الروح يا بنات، تبقى فوق الخضرة كده وجنبك وحواليك وحاجة جميلة. هنا شايفين دي التوتة. وبعد كده بقى بتخش على تكعيبة العنب جوه بقى جميلة، طبعا لسه مبشر كده بورق صغير، بس والله بتبقى تحفة جميلة جدا لما يخش الصيف كده. دي برضو توت، ودي شجرة العنب. شايفين تكعيبة العنب ما شاء الله، اللهم بارك. ربنا يصلح حاله جميعا يا رب، يصلح حالنا وحال أمة محمد. هنا العنب نازل جميل، دي الورق بتاعه لسه ما طلعش. وطبعا اللي على الجنب ديت الصفرة ديت الغلة بتاعتنا، لسه بقى مش حصدناها، بس اصفرت يعني على الاواخر. اسفه رجلين بسمله طالعه في الفيديو. بسمله مش بتبطل تفطيط ولا بتبطل انها تقعد تتنطط. ربنا يحميك يا بسبوسه يا رب. وطلعت جابت لنا توت احمر كمان، وكان يوم جميل جدا. العصريه كده خدت البنات وطلعنا، والله كان يوم كله طاقه وحيويه وكله عمال يجري ويلعب. حمود بوريكم التوت الصغير يعني، كان توت جميل. وطبعا احنا بننقيه من الشجر على طول عشان ما ينزلش على الارض ويتعصر رمله. وبنغسله بعد كده نحطه في التلاجة شويه، بيبقى طعمه تحفه. ممكن تعمليه عصير للولاد تاكلوه طازه كده على طول، بيبقى جميل. وهنا الفلفل بتاعنا ما شاء الله اللهم بارك، رودي عماله تلف فيه وبتتفرج عليه جميل، لسه بدأ يبشر كده. انا قلت ايه نعمل لكم جوله جميله كده على شجر الفلفل وعلى الطبيعه وعلى التوت، والبنات كده معانا واحنا بنضحك وبنلعب كلنا مع بعض. راحت جايه شاف قرن فلفل قد ايه، حاجه صغيره جدا. جميل. انا اسفه ان أنا ما كنتش شايفه في الشمس اصلا. وهنا نزلنا بقى الارض، حبيت اوريكم الفلفل بقى. ما شاء الله اللهم بارك يا رب، ربنا يطرح فيه البركه. دي زرعه حمايه، حمايه ما شاء الله عليه، ما بحطش ايده في حاجه الا لما بتخضر، زي ما الناس اللي بيقول ايده خضره. كل زرعه بيزرعها او كل شجره بيغرسها في الارض اللهم بارك يا رب تطلع وتبقى زي العسل. ربنا يصلح حاله يا رب، ويخليهن يا رب يديموا النعمه في حياتنا. طبعا الناس الكبيره دي هي البركه في البيت، وهو ظهر العيله، وهو كل حاجه لينا. ما نتحرمش منه ولا حد يتحرم من اللي ابدا يا رب. ما نتحرمش من اهالينا، اللهم امين. شايفين ما شاء الله اللهم بارك شجر الفلفل، طبعا ده يعني لسه صغير. انا حبيت اوريه لكم دلوقتي. ودي شجره ذره، احنا بنسيبها مش بنقطعها، يعني بتطلع زي لوحدها كده بنقول ما فيش مشكله. اللهم بارك يا رب. والنخل بقى حوالين الارض كده والله جمال. انا يعني بصوا انا بعشق ان انا اتفرج على النخل كده وانا ماشيه حوالين النخل، بيبقى جميل جدا. والشجر الاخضر كده، شايفين دي شجره الفلفل، واللي جنبها دي شجره شمام. طبعا شجر الشمام جميل، شايفين الزهرة بتاعته ما شاء الله اللهم بارك، جميلة. انا بحب اتمشى في وسط الارض كده واصور كل حاجة، واحب دايما اشارككم معايا دايما في كل التصوير بتاعي. شايفين اطلعوا قرن فلفل، شايفين قرن فلفل صغير ازاي. شايفين اللهم بارك يا رب، ما شاء الله طلع الشجر طلع بدري، ما شاء الله عليه اللهم بارك يا رب. طبعا شجر فلفل وشجر شمام وشجر طماطم. وفي هنا بقى مفاجأة أنا بعشقها والله يا بنات، إن دايما الفلفل بتاعنا بيطلع فيه ملوخية. الملوخية الخضراء بقى تجيبيها كده يعني بصوا جميلة. دي طبعا شجرة طماطم، لسه الطماطم بتاعتنا خضرة صغيرة. هو كام شجرة كده مش زارعين يعني حتة كبيرة ولا حاجة، ده كام شجرة بتطلع في الفلفل، فحماية بيسيبهم مش بيرضى يقطعها. كله خير، بقول كله خير. شايفين اللهم بارك يا رب، اللهم بارك. شايفين الطماطم لسه خضرة وجميلة، حقيقي فيديو يجنن.
فيديو كل حاجة فيه ممتعة. اتمنى يا حبايب قلبي اللي وصلت معايا لعندي هنا تحط اللايك، وما تنسوش اللايك يا احلى اخوات واحلى متابعين في الدنيا، لان بجد الفيديو ده جميل ويستاهل مليون لايك، مش لايك واحد بس. كفايه شويه الخضره اللي جنبنا كده وشويه الزرع الحلوين دول، شايفين؟ اللهم بارك. هنا احنا اكتشفت كنز، لقيت قرن فلفل كبير. قرن الفلفل ده مش عارفه مش حد شافه قبل كده، انا شفته. الفلفل ده اسمه اسامه، بيبقى مولع نار يا بنات. بس اول قرنين ثلاثه كده بيطلعوا زي ده كده، بيكون بارد وبيكون طعمه حلو. طبعا كان نفسي ادوقه معاكم، بيبقى مسكر، بس حماه كان لسه رشه فلازم اغسله الاول. احنا ممكن ناكل من الارض على طول، بس لو احنا واثقين ان الحاجه مش مرشوشه، بس طالما رشين خلاص. طبعا الرمله الصفرا دي ما شاء الله اللهم بارك، اي حاجه بتتحط فيها بتطلع، وبتطلع علينا كل حاجه حلوه. ربنا يفتح فيها البركه يا رب، ويرزقنا ويرزق امه محمد يا رب. مش يعني مش هقدر اقول لكم على حلاوه الملوخيه بقى اللي بتنزلي تجيبيها من الفلفل. تنزلي تجيبيها طازه كده ومنعنعه كده، يا موروره يا ورور يا نعنع يا منعنع. تبقى جميله والله يا بنات. ونعملها شويه ملوخيه بقى تحفه ان شاء الله. اما تطلع الملوخيه، انا شفت كام عود ملوخيه لسه صغيرين، اما يكبر الفلفل الملوخيه بتكبر معاه، وهبقى انزل ونجيب شويه ملوخيه وانتوا معايا باذن الله. بس انا حبيت اوريكم الفيديو واوريكم جماله، يعني جميل جميل فعلا والله يا بنات. الخضره جميله والخير حواليكي جميل، وتنزلي تجيبي كل حاجه كده من الارض. هنا بوريكم ورقه الشمام، بتبقى خشنه من تحت وعريضه كده، تحس انها مدوره، غير ورقه الفلفل خالص طبعا، وغير الطماطم. يعني بصراحه شايفين الزهره بتاعته برضو مختلفه وجميله. بصوا، هو انا لو قعدت اتكلم من هنا لبكره عن الخضره والطبيعه وعن الزرع حواليك وعن كل حاجه مش هخلص، لان بصراحه يعني سبحان الذي خلق فابدع. هو خلق الرحمن حلو في كل شيء. ما احنا الا يعني نحن ليس الزارعون، هو رب سبحانه وتعالى اللي بيقول الشيء كن فيكون، وهو اللي بيخلق كل حاجه، وهو اللي احنا عايشين يعني برضا ربنا علينا. وربنا يصلح حالنا وحالكم جميعا يا رب، واشوف وشكم على خير يا رب. يا رب الفيديو يعجبكم، مع الف سلامه.